السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أكلتنا يا جماعة زي أكل المطاعم بالظبط. طبعا الخطوة الأولانية فيها دي مش ضروري نعملها، بس احنا بنشجع أطفالنا على الأكلة دي، كلهم بيحبوا البطاطس بالذات. تمام. البطاطس مع الأكلة دي مختلفة، هتفكرك كأنك قاعدة تاكلي في مطعم بالظبط. عندي بطاطس غسلتها كويس، قشرتها وغسلتها. تمام. اقطعها بقى كده، شفت القطعه دي بقطع بها المخلل، بقطع بها اي حاجه عندي بتدي شكل بس جميل وخلاص. قطعي بالسكينه، قطعي بيها، هي بس شكل جمالي مش اكتر. تمام. بس مش يعني مش ضروري يعني. خلاص قطعت الكميه كلها، وطبعا كنت انا غسل البطاطس الاول، هحطها برده في حله واحط عليها ميه عشان ما تسودش يا جماعه. باخد عندي بقى معلقه طحينه كده. طبعا فانا الخطوه دي يعني بحيث ان احنا نتاكد ان فراخنا نضيفه جدا. حطيت عندي معلقه طحينه ومعلقه خل كده، او معلقتين خل وليمونتين كبار، على الرغم ان انا غاسله الفراخ بتاعتي بميه رز وغسلها بمعلقه دقيق برضو وكل حاجه. بس دايما اللي اهم من الاكل تظبيط الاكل يعني. ريحه الاكل عندي اهم من طبيخه كمان. ريحته وطريقه تقديمه بتدل على ان الاكل بتاعي جميل. تمام. عصرت الليمون بتاعي كويس اهو. انا حاطه كميه ليمون حلوه يا جماعه على فكره. قلبي الطحينه كويس بقى في الخل والليمون. تمام. الطحينه دي من الحاجات، هي والليمون، اللي بتشيل زفاره الفراخ تماما. تمام. عندي الفراخ طبعا تكوني جايبه فراخ كويسه كده، دي فراخ بيضه. يعني في تربية بيتي بتبقى تحس ان الفراخ طعمها جميل كده وشكلها نظيف. جانا عندي كمان ليمونه زياده كمان، والقشر بتاع مرمتوش. همسك الفرخه بقى بسكينه حاميه طبعا. اهم حاجه السكينه تكون حاميه يا جماعه، وابدا بقى افتح فتحات في الفراخ كده، بحيث العظم بتاعي التتبيله اللي هعمله دلوقتي تخش له من جوه، تخش جوه العظم، عشان تحسك ان الفراخ طعمها يعني مش عارفه طعمها حلو، ويبقى طعمها توديك في مكان تاني خالص. تمام. هبدا عندي كده اقطع الفراخ. طبعا الاماكن اللي انا بشتغل فيها دي لازم كلها تتغسل كويس، مكان اي فراخ او اي بطه او اي لحومه او اي حاجه. عندي بقى ايه، عصرت بقيه الليمونه التانية اللي كنت انا عاملاها، وقشر الليمون كله حطيته على الفراخ اهو. تمام. لبست جوانت بلاستيك عشان محدش يقول لنا حاجه يا جماعه. في البيت بقى اعملي براحتك. عندي كده اقلب الطحينه اللي انا عملتها دي بالليمون بالخل على الفراخ. طب لو انا جيت احط خل بس على الفراخ كده، لا، الخل بيزفر الفراخ، انما لما احطه مع الطحينه مع الليمون هيخلي الطعم حاجه تانية خالص. هفضل نقع الفراخ بالمنظر ده كده لمدة نص ساعة على الأقل. تمام. عندي بقى اشطفها كويس، واجهز عندي ميه بتغلي على النار. هقول لك هنحط ايه في الحله دلوقتي. الحله دي عندي هحط فيها كميه بهارات حلوه. عندي بصله صغيره خالص، طماطميه. تمام. انا هحط كميه منكهات حلوه عندي فيها. قرفه، عندي توم باودر، بصل باودر، كمون، فلفل اسمر، كزبره، شطه. عندي كركم. عندي 2 كباب صيني، 2 حبهان. 2 قرنفل. يعني كل دي منكهات. معلقه صغيره من السبع، يعني ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، هيدي عندي طعم تاني خالص. بسيب الحاجات دي كلها تغلي طبعا، ومعاها ملح. تمام. ورق اللورا برضو بسيب الكلام ده كله يغلي كويس، وابدا بقى الفراخ شطفتها من الخلطه اللي كنت حاطاها فيها من شويه دي. وانزل بالفراخ بتاعتي بقى هنا ايه، تتسلق 3/4 سلقه كده يعني. عندي تخش في مرحله السوا يا جماعه كويس. تمام. طبعا الفراخ دي انا ممكن اعملها، احط لها الخلطه الكريسبي واحمرها على طول، بس انا بقول بالنسبه انت مستعجله. تمام. اعملي الخطوه دي يعني، والفراخ بتاعتي اعمل لها الخط الكريسبي ده من بره، ممكن اعينها في الفريزر عادي وقت ما اكون محتاجاه. عندي بقى الكورن فليكس ده، دول بحاجه ب 10 جنيه بس، يعني مش كتير لو انت مش محتاجاه في حاجه تانية. عندي دول ب 10 جنيه معايا همني. وعندي دقيق. تمام. وعندي اسمها ايه دي؟ نشا. طيب خدت الكورن فليكس كده طحنه خفيفه خالص في الكبه. تمام. ما عندكيش كبه اشتغلي في المطحنه عادي، ما عندكيش ده ولا ده سيبيه زي ما هو. واحط معاه معلقتين 3 نشا كده. ومعايا كوبايه ايه يعني، مثلا كوبايه كورن فليكس معاه كوبايه دقيق، معاها ايه نص كوبايه نشا. تمام. على حسب الكميه بتاع الفراخ اللي انت بتعمليها. خلاص كده هحطهم مع بعض. عندي اهو، نحط رشه بقى من الشطه، من البابريكا. هدعم بقى شويه الدقيق دول. عندي الاول كان شطه، دي البابريكا عندك اهو، دايما بفريكوا البرطمان عشان نفرق بين بعض. عندي رشه من كل حاجه صغيره، يعني ربع معلقه شاي صغيره كده، من انبوزها كده من قدام. كزبره، كمون، توم باودر، بصل باودر، ملح. يعني بنخلي الطعم عندنا يكون ايه يعني، متظبط. او عندنا كده رشه من ال7 بهارات خفيفه. اقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. طبعا هاتي عندك بلاستيكات تكون غويطه، سيبك بقى من فكره الكيس والكلام ده، احنا عملناه بكذا طريقه قبل كده. عندي بقى الفراخ بتاعتي، ابص بقى اركن الكلام ده على جنب. هل الفراخ بتاعتي خلاص دخلت في 3/4 السوا زي ما انا قلت لحضراتكم. هبدا بقى اصفيها من الخليط الجميل ده. تمام. عايز اتاكد، احس اما ابص من حوالين العظم والاقي خلاص اللون بتاعه دخل في السوا كده. عندي هبدأ اشتغل دلوقتي، فاجيب حلة على النار. تمام. سايباها تكمل سوا بس 5 دقايق وهنصفيها. هجيب حلة على النار فيها معلقتين بس زيت، متكترش المادة الدهنية بتاعتك، هي معلقتين زيت، معلقة سمنة بس صغيرين كده. وعندي بصلاية اقطعها ناعم صغير كده.
تمام. هبدا اعمل معاكم شويه رز كده ايه اصفر، بيسموه رز ريزو او رز اصفر. طبعا مش هشتغلوا ببسمتي، هشتغلوا بالرز المصري بتاعنا العادي. طبعا كل حاجه غاليه يا جماعه. فاحنا عندنا كده لومي، وعندنا 2 قرفه، لا واحده بس قرفه، وعندنا 2 قرنفل، 2 حبهان، 2 كبابه صيني، رشه صغيره خالص من التوم باودر، بصل باودر، وعندي معلقه كبيره من الكركم، وشويه الملح بتوعي. تمام. طبعا دي كلها منكهات بتودي برضو طعم الرز، بتخليه طعم جميل خالص صراحه. عندي بقى هقلبهم كده يتحمصوا عندي مع بعض شويه، واحط عندي فصين من التوم، حابه تحطيه مش حابه تحطيه، بس بيخلي الطعم حلو. عندي اقطع برضو بالسكينه كده. طبعا البصلايه عندي انا حطيت عليها البهارات، ما خليتهاش تاخد لون. ما بحبش الكلام ده عندي يتحمر، لا ده انا بخليه يعني يتشمع على النار كده مع البهارات. افضل اقلب فيهم شويه كده يتحمصوا مع بعض تحميصه حلوه. واكون غاسله معايا الرز بتاعي حسب الكميه اللي هتشتغلي بيها. الرز بتاعي مصري رزاية عريضة، غسلته عندي، نقيته كويس وغسلته كويس وصفيته من المية. هبدأ بقى احطه انزل عليها على ايه، على البهارات بالبصلة اللي معانا دي، بفصين التوم، اقلب كويس بس كده على النار يشربوا من طعم بعض. وتكوني مجهزة عندك بقى يا مية مغلية يا مية عادية، زي ما انت عايزة، يعني الطريقتين عادي. عايزة مستعجلة حط مية سخنة، مش مستعجلة خلي مية من الحنفية عادي. ابدأ انزل بقى بالمية بتاعتي بعد ما اخد تقلبتين كمان كويسين كده. تمام. عشان الرزات تشرب من البهارات بتاعتي. ابدا عندي بقى انزل بالميه، والنار تفضل عاليه يا جماعه لحد ما الميه عندي تتشرب خالص، الرز يتشربها. تمام. لما الرز يتشربها بقى عندي هغطي. زودت كمان شويه ملح صغيرين كمان، كل واحد عارف الملح بتاع اكله يعني. هسيبها بقى على النار عاليه لحد ما يشرب ميته خلاص. كده الفراخ بتاعتي استوت. هبدا اصفيها بقى. تمام. صفيها كويس جدا واركنيها على جنب. تمام. الميه بتاعتها بقى اللي كان فيها بهارات بتاعت الفراخ دي عندي صفيتها بالمصفى الضيقه خالص، وخدت منها شويه. لو تفتكروا صفيت البطاطس من ميتها، قمت حاطه عليها على طول الخليط بتاع الميه بتاع الفراخ دي وهو سخن، وانقع فيه بقى البطاطس عندي شويه. عندي بقى هنا كده الرز بتاعها وطي على النار بقى خالص. تمام. عشان خاطر ان هو ايه يتردد براحته خالص. عندي بقى هنا جبت طاسه كبيره او صينيه كبيره، حاجه تكون غويطه شويه، يعني حله، صينيه مثلا، اي حاجه. انزل عندي في خليط الميه ده، خدت منه شويه، وارجع تاني في الكورن فليكس بالدقيق بالنشا. تمام. اهو. تقلبي بمعلقه او ترجي بس الايه البلاستيكيه بتاعتك كده، اي طريقه يعني. انا ساعات من غير التصوير برج البلاستيكيه بس، ارجع تاني اخدها تاني في الميه بتاعتي اللي هي المرقه بتاعتي دي، وارجع احطها تاني في الدقيق. بعد ما اخلص الكميه انزل فيهم بزيت، ويكون الزيت بتاعي ده يا جماعه سخن جدا وزيت غزير. تمام. ساعة ما تاخد لون من الجنب ده اقلب الناحية دي. ممنوع التقليب قبل ما تاخد كفر، لان لو انت قلبت قبل ما تاخد كفر معاكي هيبقى مش كويس، وهتلاقي الحاجات كلها مش شكلها مش مظبوط كده. طبعا عندي ما بحمرش تحمير كامل، هتاخد معايا تشميعة لون وخرجهم تاني. تمام. خدت لون من الجنب ده ولون من الجنب ده، اخرج الكمية دي واكمل بقية الكمية بنفس الطريقة اللي كنت انا شغالة بيها. تمام. هقول لكم ايه الوقت السبب ليه. خرجت الكمية دي واحط كمية غيرها. تمام. دي الاجنحة على فكرة، انا قطع الجناح نصين اهو. تكون طعمها جميل، ما بتبقيش عارفه يعني الحته دي منين في الفرخه بالظبط. طبعا والاماكن دي بنحتار في الاكل، ولادنا ما بيرضوش ياكلوها، لا مش عايزين ده يا ماما، مش عايزين الدبوس، مش عايزين الجناح. فاحنا بنستغل كل حته يا جماعه في الغلا اللي احنا فيه ده. هتاخد برضو لون من الجنبين، وما تقلبيش قبل ما تكون خدت لون. زيت الغزير بيخلي الحاجه دي يعني تاخد لون من فوق ومن تحت، وبتحتفظ بالكفر بتاعي عشان ما يفكش منك، وطريقتي ان شاء الله مش هيفك منك نهائي. اخرج بقى الكميه دي، المشهد ده راح مني. صفيت الزيت ده بمصفى ضيقه جدا على فكره، ورجعت حاطط تاني في الطاسه، وصفيت البطاطس بتاعتي اللي كنت حطاها في الخليط ونزلت عليه في الزيت. هتبقى طعمها وهم يا جماعه، هتبقى بصراحه احلى من طعم الفراخ. عندي في طاسه صغيره هناك كده، قمت حاطه معلقه سمنه، وحاطه معاها ايه 3 معالق زبيب، ومعلقتين ايه من الفول السوداني كده. هقلبهم تقليبه حلوه كده، ولو حته سمنه بلدي بتخلي الطعم جميل. مجرد ما الزبيب بتاعي ينفش كده، هنقله بسرعه في طبق تاني، عشان خاطر لو فضل في نفس الطاسه هيسود. تمام. وهينشف. طيب في عندي شويه السمنه الصغيرين اللي فضلوا كده، هاخد معاهم معلقتين من الزيت بتاع التحمير ده. مكان ريحه الفراخ بقى بيبقى ريحته وهم. انزل بيه بالايه، الرز بتاعي خلاص كده استوى اهو. هنزل بقى بالرز عليه، يعني المعلقه دي كده هحطها على الرز بتاعي. قلبي بقى هتلاقي الطعم جميل جميل جميل. اكل مطاعم والله يا جماعه، صدقوني جربوا على مسؤوليتي. عندي بقى الزبيب والفول ده طبعا هزوقه بوش الايه الرز بعد كده، بيبقى عامل زي طعم رز الكبسه بالظبط. تعملي مع دي لحمه، تعملي مع دي فراخ، تعملي معاه اللي انت عايزاه. فراخ مشويه حتى مع الرز ده بيبقى جميل. الرز بتاعي كده خلاص خلص بقى، هركنه على جنب. البطاطس بتاعتي دي يا جماعه الطريقه بتاعتها روعه، هتبقى طعمها وهم. يعني هي خدت من الصوص بتاع الفراخ، وكمان في زيت، ده زيت انا صفيته يا جماعه، ما انا ما حطيتوش مكان الفراخ على طول، صفيته بالمصفى عشان ما يكونش في اي شوائب. تمام. هخرج بقى البطاطس كده،
كلها، والاكل يبقى سخن كده مع بعض. الاكل لما بيكون سخن بيبقى جميل. هنزل بقى تاني بالفراخ كلها على بعضها تكمل سواها بسيط. هي اصلا كده ما شاء الله كانت مستويه بس تبقى سخنه. حطينا الزبيب على وش الرز، ومعايا عندي الفراخ ما شاء الله الكفر بتاعها متماسك جدا. تمام. معايا شويه كاتشب كده وشويه سلطه، معاكي مخلل، معاكي اي مقبلات بتحبي تشتغلي بيها اشتغلي بيها. اشوفكم وصفات تانية جديده باذن الله. مع الف سلامه. مع السلامه.